السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض ميلك شيك فواكه، كلها حاجات طبيعيه وحلوه قوي. بتنفع في الصيف. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم. دي مانجا مجمده، ممكن انت تجيبيها وتقطعيها وتسيبيها في الفريزر. شويه لما تتجمد، وبرده اللبن حطيه في الفريزر شويه قبل ما تستخدميه باربع خمس ساعات، يكون مجروش شويه. دي اهم حاجه عشان يطلع معاكي الستون التقل دوت. وما بحطش عليهم ولا اي تحليه، كفايه التحليه بتاعه الفواكه. لو انت عايزاها حاجه بيور، ممكن لو انت عايزه تزيدي مثلا حاجه من عندك للسكر او حاجه، ممكن تحطي عسل نحل عشان يكون طبيعي اكتر. اي نوع فواكه عندك ممكن تقدري تستخدمي الطريقه دي. انا عملت مانجا مره، ودي كمان هعمل الفراوله برضو، جايباها جاهزه مجمده كلها. ممكن انت تجيبيها لو انت مفرزاها وتستخدميها بنفس الطريقه. اللبن برضو مجمد كان في الفريزر. هحط كمان اللبن اهوت. وعايزه تحطي مثلا عسل تمام، مش هتحطي خلاص سكريات. انا بصراحه بكتفي بالسكر اللي موجود في الفاكهه، بيخلي طعمها حلو قوي. ممكن تحطي علبه قشطه، ممكن تحطي كيس كريم شانتيه، طبعا زي ما انت عايزه، المفضل عندك يعني. بس انا بعملها بس كده حليب او لبن زي ما بتقولوا، والفواكه بتاعتي مش اكتر من كده. بيكون شكلها زي ما انت شايفه كده، وطعمها تحفه طبعا. حاجة حلوة في الصيف وخفيفة. زوقيها بقى بالفواكه، زوقيها شوكليت شيب، زوقيها بأي حاجة تحبي طبعا. وبألف هنا وشفا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير في فيديو